حادث الطعن قبل يومين في ألمانيا لشخص يمني قام بطعن زوجته 6 طعنات مما أرداها قتيلا. الشخص قدم إلى ألمانيا في 2022، بعدين حصل له لجوء، تم قبول ملفه، سوى لعائلته لم شمل 4 من أولاده، أصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات وأكبرهم يبلغ من العمر 10 سنوات. خلافات أسرية بحسب المصادر. صحيفة بلد الألمانية تتكلم كذا، قام الرجال طلع لفوق، طعن مرته، قتلها. العمر مرته تقريبا 29 سنة. طيب الكلام اللي ما بيقول لك اياه الإعلام، خذ الكلام مني أنا، الكلام اللي بقول لك اياه أنا هذا هو الحقيقة. ليش سوى الرجال كذا؟ الرجال تعرض لضغوطات نفسية قوية جدا. الحرمة نفس الشيء. لازم تفهموا يا شباب، أي شخص قادم لأوروبا لازم يفهم هذا الكلام. أقسم بالله أني أنا أتمنى أن الفيديوهات حقي تصل لكل شخص ناوي يجي لأوروبا. لازم يفهم الحقيقة. أنت حتمر بعزلة اجتماعية، حتمر بضغوطات نفسية. المال ليس كل شيء. هم حيحبسوك داخل غرفة زي كذا كأنك مقيد، حيعطولك فلوس وحيعطولك كل حاجة، لكن العلاقات الاجتماعية والناس والتعارف هذا حتنعزل عنه. لازم تكون متكيف ومتأقلم للشيء هذا، لازم تتقبل الشيء هذا، لازم تكون نفسيتك كويسة. إذا مش قادر تعيش في المجتمع الأوروبي أو المجتمع الغربي، شيل نفسك ورجع. لو بتاكل حتى خبز وشاي وتموت حتى هناك أقل شيء في بلدك تعيش. في ناس مش راضية تتقبل كذا الوضع. ايش ذنب زوجتك الان؟ ايش ذنب اولادك؟ انت الان في السجن، زوجتك راحت لعند ربها، اولادك الان شلوهم الالمان. ركز يا شباب، اي واحد قادم لاوروبا ينتبه لنفسه، انتبه لعائلتك. كلنا الان مزوجين وعندنا اولاد ونمر بضغوطات، بس نحاول نخرجها في اشياء ثانيه، رياضه، صلاه، تلاقي مع الاشخاص الكويسين، تعارف. لا تنعزل، لا تنعزلوا يا شباب، انتبهوا. هذه العزله اسوأ شيء ممكن واحد يسويه في اوروبا. التقي بناس كويسين، التقي بالجاليات، اتعرف على جيران، اتعرف. انا عارف انه المجتمع صعب جدا، لكن في جاليات عربيه اقسم لكم بالله، انا اجزم لكم ان بعد ظهور التحقيق انه هذا هو السبب الحقيقي. ضغوطات نفسيه الرجال مر فيها كشخص عربي دمه فاير كذا، خلاص يبغى يسوي كل حاجه، يسوي كل حاجه، وش يوصل للمجتمع هنا خلاص مقيد. حاطينك كذا في كامب، انت تعيش مع اولادك، اوكي، يعطولك مصاريف، مقيد، تستلم زي المساعدات والله يعينك. لا، الناس تشي تتحرك، تشتغل، تشي ده. اذا ما شغلتش نفسك هي بتشغلك وبتوصل للشيء، بتدخلك في الكحول والخمور واللعب القمار والى غيرها من المشاكل والحرمه. وللمره المليون تكلمت، لا تخلي مرتك بس لحالها في البيت بين 4 جدران، بتجنن. طبيعي. الحرمه جايه من بلد مجتمع منفتح، علاقات، اخوال، اعمام، اقارب، اصهار، وانت جاي لاوروبا وحاط مرتك في مكان هنا لوحدها، وانت تخرج تتمشى وتطلع وننزل وانت وتروح وكمان تزيد الطين بله وتصيح وتعمل الدنيا. لا يا حبيبي، اطلع مع مرتك، اخرج مع اولادك، قضي معها وقت، اطلع انت وياها. من لمرتك لا تجيد اللغه الالمانيه ولا تجيد اللغه ولا تعرف تندمج، ومجتمع غريب ولا غيرها، وهي الان مستنيه ومتحمده عليك كل شيء، وانت الاب الرئيسي لها والمعاون لها. تخيل هذول كلهم تروح انت من البيت، تروح للبيت، تخرج تقابل اصحابك الاثنين والاربعه والخمسه، وهي مطروحه بين 4 جدران مع الاولاد هذول، جالسه تتقاتل وياهم داخل البيت وصياح وضغوطات. والمشكله انه الكم صغير. نصيحه مني، تقبل وضعك، عيش السلام الداخلي، اتأقلم، خلي علاقتك مع الله كويسه. مش قادر تعيش في المجتمع، شيل نفسك وسوي اب من دون، سوي خروج واخرج، قول لهم يا اخي انا مش قادر، ولا روح لدوله ثانيه. لكن لا توصل لمرحله الانتقام او مرحله الطلاق او مرحله الانفصال، او هذه نسمعها كثير والاعلام ما يظهرها. السبب الرئيسي، لا تقول لي لا يا اخي، العزله الاجتماعيه هذه اللي تسبب الضغوطات النفسيه اللي يمر فيها الشخص في اوروبا. امور قويه جدا ما حد يتكلم فيها، امراض نفسيه، اكتئابات موسميه، يعني اوراق وضغوطات فوق ما تتخيل على الشخص. احنا بعض الناس ما عندوش قابليه ايش التحمل، فيضطر انه ايش
يرجع الضبع على زوجته، والزوجه ترجع كده بالبيت وتعمل مشاكل وتسمعه من حاله طلاق. رحمه الله عليها، واسال الله ان يعين ويجي شخص يهتم باولاد الرجال هذا، لانهم شلوهم اليوجنت امس اول منظمه الحقوق رعايه الاطفال. ونصيحه اخيره قبل ما تجي لاوروبا، اتمنى تشوف فيديوهات حقيقيه لا تصنع فيها ولا كذب ولا تجميل ولا اقامات ولا لغه ولا في اشياء مهمه، نفسيتك، الاجتماعات، العلاقات الاسريه، كيف بتكون المجتمع، حقائق مش كذب. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله.